السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل اكله حلوه قوي، ممكن تتاكل جنب اكل تاني وممكن تتاكل لوحدها، في كلتا الحالتين بيبقى طعمها روعه. تعالوا بقى نشوف عملنا الجمال ده ازاي، ولو عجبكم الفيديو فضلا الاشتراك في القناه. معايا هنا بطاطس قطعتها مكعبات ونقعتها في شويه ميه، وهنا معايا قرنين فلفل قطعتهم كده شرايح، وهنا البتنجان اللي هو بتنجان الحشو العادي قطعت كل بتنجانية كده نصين. وتعالوا بقى نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. شوية زيت بقى على البوتاجاز، ولما الزيت يسخن اصفي البطاطس واضيفها بقى للزيت. خلاص كده البطاطس استوت وهخرجها من الزيت باللون الفاتح ده. اهم حاجة تكون مستوية، مخرجش البطاطس من الزيت وهي نية، تكون فاتحة بس مستوية. بعد كده هقلي الفلفل ونفس الحكاية، هشيل الفلفل من الزيت يكون مستوي بس برضو مدينا اللون الفاتح ده. ما حاولش يعني ان انا اقلي حاجة واغمق لونها علشان الخلطة اللي هنحطها تبقى باينة كده وظاهرة في الخضار اللي احنا قليناه. ونفس الحكاية في البتنجان. تمام قوي كده. قليت الخضار، هعمل بقى التتبيله. معايا هنا فلفل رومي، ممكن تجيبي بقى فلفل حامي براحتك خالص، وفصين توم، وما تكتريش في التوم علشان الخضار ما يبقاش معانا حامي. والبهارات اللي هاخدها هستكفى بقى، طبعا الملح اساسي، كمون وكزبره وبابريكا. هاخد بقى المكونات دي وهفرمها مع بعض كويس قوي. بعد كده هجيب طاسه على النار فيها معلقه زيت، هجيب بقى الخلطه اللي انا عملتها ويا دوبك هشوحها في معلقه الزيت. خلاص كده التتبيله خدت تشويحه تمام، وريحه التوم كمان معانا ظهرت. هضيف بقى الخضار اللي احنا حمرناه. طبعا هي كل حاجه مستويه يا دوبك، بس انا عايزه الخضار يشرب التتبيله. هدي تقليبتين كده وبعدين هطفي. وده الشكل النهائي لوصفتنا النهارده. يا رب تكون عجبتكم، وانتظرونا ان شاء الله بفيديو جديد.